لماذا لم ينهار برج بيزا المائل منذ أكثر من 800 عام؟ وعندما بدأ البناء عام 173 قام المهندسون بحفر حفرة بعمق 3 أمتار تحت الأرض للأساس، لكن الناس لم يدركوا حينها أن هذا العمق كان بعيدا عن الحد الكافي. عندما تم بناء الطابق الثالث اضطر العمل في برج بيزا المائل إلى التوقف بسبب الحرب. خلال هذه الفترة وبسبب طبقة الرمل والحصى الناعمة الموجودة بالأسفل بدأت في الميل تحت ضغط وزنها، وعندما استمر البناء بعد قرن تقريبا استخدم المهندسون مواد بناء أخف وزنا وقاموا بالبناء في الاتجاه المعاكس في محاولة لإعادة البرج إلى الوضع الرأسي. ولكن عندما وصل البناء إلى الطابق السابع توقف مرة أخرى بسبب الحرب، ولم يستمر البناء حتى عام 1360. لقد بذل المهندسون الكثير من الجهود، مثل بناء 5 طوابق من الدرجات على الجانب الأيسر و6 طوابق على الجانب الأيمن، لكنهم للأسف فشلوا في منع استمرار الميل، حتى اكتمل البناء عام 1372 ميلاديا، وهي مائلة بمقدار نقطة واحدة و6 درجات. وبحلول وقت إجراء القياس في عام 1934 كان الميل قد وصل إلى 4.5 درجات، وكان من الممكن أن يميل أكثر إذا لم يتم إجراء أي تدخل. لذلك قام المهندسون بتجويف الجانب الشمالي، وحفر 3 فتحات أسفل البرج المائل، وصب الخرسانة بصناديق خشبية بجانبه على أمل تقويم البرج المائل. المثالي جميل لكن الواقع قاس، وبسبب الضغط الأكبر زادت زاوية الميل إلى 5 درجات. بحلول عام 1990 كانت مائلة إلى 5.5 درجات، وكان البرج المائل معرضا لخطر الانهيار في أي وقت. ولمنع حدوث ذلك قام المهندسون بصب الخرسانة في الجزء السفلي من البرج المائل، ثم أضيفت أوزان ضخمة من الرصاص إلى الجانب الشمالي. نجحت هذه العملية في تقليل زاوية البرج المائل، إلا أن هذه الطريقة ما هي إلا استخدام مؤقت، ويجب إيجاد حل دائم لمشكلة الميل. وبفضل الجهود المتواصلة للمهندسين توصلوا أخيرا إلى أفضل طريقة، وهي حفر التربة على الجانب الشمالي من البرج المائل. وبهذه الطريقة يمكن للبرج المائل أن يميل ببطء إلى الخلف تحت ثقله. لذلك بدأ المهندسون في إجراء الاختبارات أولا، حيث قاموا بحفر متر واحد فقط في الأساس، ونجحوا في رفع البرج المائل إلى الخلف بمقدار درجة واحدة. وبعد أن أصبحت الطريقة مجدية بدأت أعمال الحفر النهائية، وفي النهاية تم حفر ما يقرب من 380 ألف متر مكعب من التربة. السبب وراء استمرار ميل برج بيزا المائل بنحو 3.97 درجة هو فقط أن يكون بمثابة منطقة جذب سياحي، وإلا فإنه يمكن تقويمه بالكامل.